مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: توجيهات جديدة من وزارة التربية الوطنية للأساتذة. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم جديد الأخبار العاجلة. إليكم التفاصيل. قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بإصدار توجيهات إلى المفتشين التربويين لإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية بهدف تحديد وتسجيل الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب عن العمل. وتأتي هذه التوجيهات استنادا إلى وثيقة أصدرتها المديرية الإقليمية بمكناس، حيث تم توجيه مراسلة إلى المفتشين التربويين لمتابعة تقدم الدراسة في المؤسسات التعليمية بالاستناد إلى المقررات الوزارية المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية لعام 2023-2024. وفي سياق متصل جاء في المراسلة أنه يجب إجراء زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية التابعة للمقاطعة التربوية للتحقق من بدء الحصة الصباحية. وطلب المدير الإقليمي من المفتشين رصد التوقفات الجماعية للأطر التربوية وتتبع وضعية انخراط التلاميذ في المؤسسات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التربوية اللازمة لضمان استمرار تعليم التلاميذ. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.